سنة رابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا جدا جدا. عاملين ايه يا ابطال؟ النهارده يا صديقي هندردش انا وانت في حل اسئلة درس تطور وسائل النقل في بلدنا. فيلا نجهز الكتاب بتاعنا ونسمي الله ونبدأ. ما تنساش لو مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتنتمي الى جمهورية مستر ايمن طلعت. يلا بينا يا بطل ما نضيعش وقت. بدأ لي بأسئلة الكتاب المدرسي وبيقول لي اكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. وسيله نقل استخدمها الانسان قديما لحمل البضائع. ايه اللي استخدامها يا مستر عشان نحمل البضائع؟ يعني يا مستر ده حاجات كتير قوي. قال لي ممكن يكتبوا امين الخيول، عندنا الجمال، عندنا الحمير. اي وسيله منهم صح. اللي بعده احدى وسائل النقل الحديثه. برضه يا مستر ده كتير جدا. عندي السيارات، عندي القطارات، عندي السفن البخارية، عندي الطائرات، عندي الترام، عندي المترو. كل ده ينفع. انا عايز واحده منهم. اللي بعده بيقول لي حدد وسيله النقل التي تفضل استخدامها فيما يلي. يلا عشان انتقل من القاهره لاسكندريه اخد ايه؟ حافلات عامه، قطار سريع، طائره، مترو، سفينه. تقول لي يا مستر الافضل اخد القطار السريع. يبقى ده رقم واحد القطار السريع. اللي بعده قال لي التنقل بطريقه اسرع داخل القاهره. داخل القاهره عايز حاجه بسرعه بسرعه يبقى مفيش غير المترو. يبقى يا صديقي رقم اتنين المترو. اللي بعده بيقول لي الذهاب الى العمل او المدرسه. هاخد ايه؟ الحافلات العامه عشان تقدر تكفيني انا ومين؟ انا وزمايلي. يبقى عندنا رقم ثلاثة الحافلات العامه. أربعة يا مستر بيقول لي الذهاب الى رحله ترفيهيه الى لبنان. ده رايحين لبنان، دولة لبنان. أكيد يا مستر هركب إيه؟ أكيد هركب طيارة. يبقى أربعة الطائرة. خمسة فاضلنا الأخيرة. بيقول لي السفر إلى دولة ساحلية على البحر المتوسط. رايح دولة على الساحل عند البحر المتوسط، وليكن مثلا رايح تونس أو المغرب أو الجزائر. أروح بمين؟ أروح بسفينة. رقم خمسة. يلا اللي بعده يا صاحبي. بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. استخدمت الحيوانات في النقل قديما. تقول لي صح يا مستر استخدمنا الحيوانات. تطور وسائل النقل يساعد على توفير الوقت والجهد. لما اطور وسائل النقل اوفر وقت واوفر جهد واوصل بسرعه. اقول لك برافو عليك الاجابه صحيحه. اللي بعده يهدف النقل المستدام الى زياده التلوث. نفكر هو النقل المستدام ده مستر قلت لي هو تطوير وسائل النقل لتقليل التلوث بس. خلاص كده ده بنقلل التلوث وبنوفر الطاقه. يبقى غلط يا مستر. اللي بعده بيقول لي بما تفسر ظهور الترام والمترو. ليه ظهروا؟ تقول لي يا مستر عشان يسهلوا على السكان، يسهلوا على الناس. ممكن نقول له لتلبيه احتياجات السكان. السكان محتاجين حاجه تنقلهم من مكان للتاني تلبي احتياجاتهم، فعملنا المترو وعملنا الترام لتلبيه احتياجات السكان. اللي بعده اهميه تطوير وسائل النقل. ليه مهم جدا جدا نطور وسائل النقل باستمرار؟ تقول لي يا مستر عشان نوفر الوقت والجهد. اقول لك برافو عليك. يبقى نقول له لتوفير الوقت وكمان عندنا والجهد. طب ايه كمان يا مستر؟ قال لي تسهيل حياه السكان او الناس عشان اسهل عليهم حياتهم. تسهيل حياة السكان. اللي بعده يا مستر بيقول لي اجب عما ياتي. وضح جهود الدولة في تطوير وسائل النقل والمواصلات. ايه الجهود اللي عملتها الدولة عشان تطور وسائل النقل والمواصلات؟ تقول لي كتير جدا يا مستر. مبدئيا كده تطوير السكك الحديدية. طورنا السكك الحديدية يا مستر. طب وكمان عملنا ايه؟ بيقول لي انشاء القطار. عملنا القطار الكهربي. انشاء القطار الكهربي. وكمان عندنا والمونوريل. تطوير النقل البحري والجوي. وكمان يا مستر انشاء شبكات الطرق والمحاور والكباري. ده كله الدوله عملته عشان تطور. عارف ان الاجابه طول عليك اكتب لي منهم اتنين.
اللي بعده بيقول لي قارن بين وسائل النقل قديما وحديثا. ماشي يا مستر، قديما كان عندنا مين؟ قال لي الدواب. الدواب يا مستر زي مين؟ قال لي زي الحمير والجمال والخيول، دي قديما. بس كده يا مستر؟ قال لي لا، وكمان عندنا حاجه ثانيه قديما. كان عندنا مين؟ قال لي استخدموا يا مستر القوارب الخشبيه اللي من الخشب والمراكب النيليه اللي بتمشي في النيل. ماشي يا مستر، قول لي وسائل نقل حديثا. اقول لك كان عندنا مين؟ عندنا القطارات والسفن البخاريه والسيارات، وكمان عندنا الطائرات والترام، واخر حاجه والمترو. دي كلها يا صديقي مين؟ حديثا. اكتب لي 2 من هنا واكتب لي 2 من هنا. يلا بعده سلاح التلميذ. يلا يا مستر، اول سؤال بيقول ايه؟ بيقول لي اعتمد الانسان قديما على الدواب في النقل. ايوه يا مستر، كان مستخدم الحمير والخيول والجمال. اللي بعده بدأ المصري القديم استخدام العربات التي تجرها الخيول حديثا. حديثا ازاي يا مستر؟ لا مستحيل طبعا، مش حديثا، اكيد غلط. استخدم المصري القديم المراكب النيليه. هو المصري القديم استخدم مركب نيليه؟ اقول لك برافو عليك، المراكب النيليه، يبقى صح. اللي بعده تتسم السيارات الكهربائيه بانها صديقه للبيئه. يعني ايه صديقه للبيئه؟ يعني لا تلوث البيئه. اقول لك صح. تتسم يعني تتصف، يعني من اهم مميزاتها الكلمه دي لو تقول عليك، يعني من اهم مميزات السيارات الكهربائيه انها صديقه للبيئه، يعني لا تلوث البيئه. قلنا السيارات الكهربائيه لا تلوث البيئه، وفي نفس الوقت عندنا القطار الكهربي السريع. 5 يؤدي النقل المستدام الى زياده التلوث. لا يا مستر، لسه حالينها الى تقليل التلوث وتوفير الطاقه. ظهرت الطائرات قبل القطار البخاري. غلط يا مستر، كان عندنا القطارات والسفن البخاريه وبعد كده الطائرات، يبقى دي غلط. اللي بعده ادى اختراع الطائره الى زياده وقت السفر. يعني يا مستر لما اخترعنا الطياره السفر بياخد وقت طويل قوي، بالعكس ده وفرنا الوقت والجهد، يبقى برضه غلط. اللي بعده يعتمد النقل المستدام على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. اقول لك صح يا مستر طبعا، نقل مستدام بيوفر الطاقه وبيقلل التلوث، يبقى استخدمنا حاجات ذكيه وتكنولوجيه، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 9 يلا يساعد النقل المستدام على زياده راحه الركاب. طبعا صح، بيخلي الركاب مرتاحين اكتر. اللي بعده 10 يعد القطار الكهربي السريع احدى وسائل النقل المستدام. طبعا صح، عندنا حاجتين، لو قل القطار الكهربي السريع او قل السيارات الكهربائيه الاثنين احدى وسائل النقل المستدام. 11 ساهم الترام والمترو في تلبيه احتياجات السكان. طبعا صح، كلمه تلبيه يعني توفير احتياجات السكان. اللي بعده ظهرت السفن البخاريه حديثا. السفن البخاريه ظهرت حديثا. اقول لك طبعا صح يا مستر، السفن البخاريه جديده، الايام المصريين القدامى دي حاجات قديمه. انشأت الدوله مطارات جديده، منها مطار العاصمه الاداريه الجديده. طبعا صح، احنا عملنا عاصمه جديده اسمها العاصمه الاداريه الجديده، وطورنا كمان المطارات وعملنا مطار في العاصمه الاداريه الجديده سميناه على اسمها، اسمه مطار العاصمه الاداريه الجديده. يلا بسرعه يا بطل اختر الاجابه الصحيحه. تعددت وسائل النقل قديما، زمان قوي كان عندنا المترو، الطياره، الخيل، الترام. او تقول لي الخيل يا مستر قديما، لو حديثا كنا خدنا اي واحده من 3. تطورت وسائل نقل حديثا. يلا حديثا بقى هم بينها السفن البخاريه، السفن الشراعيه، القوارب الخشبيه، المراكب النيليه. تقول لي يا مستر كل ده قديم، لكن عندنا مين الحديثه؟ السفن البخاريه. اللي بعده بدا استخدام العربات التي تجرها الخيول زي العربيه الكارو عند المصريين القدامى في العصر مين؟ تقول لي في العصر القديم. 4 يهدف تطوير وسائل النقل حاليا. يعني يهدف، ايه الهدف؟ ان انا بطور وسائل النقل عشان ازود التلوث ولا ازود استهلاك الطاقه ولا اوفر راحه الركاب يبقى قاعدين مرتاحين ولا ارفع التكاليف؟ برافو عليك، توفير راحه الركاب. اي مما يلي يعد من وسائل النقل المستدام. قلت لك حاجتين، يا اما سيارات كهربائيه يا اما عندنا القطار الكهربي السريع. هنا مديني مين يا مستر؟ اهو
القطارات السريعه الكهربائيه. اللي بعده اكمل العبارات التاليه بما يناسبها. استخدم المصريون قدماء العربات التي تجرها، برافو عليك، تجرها الخيول. نجح الانسان قديما في التنقل والصيد باستخدام قوارب مصنوعه من، برافو عليك، من الخشب. قال لي استخدامها في حاجتين، في التنقل والصيد. اصبحت وسائل النقل الحديثه اكثر راحه وكفاءه وسرعه، سريعه جدا، يبقى سرعه يا مستر. اللي بعده الوصول الى وسائل النقل اقل تلويثا وتوفير للطاقه من اهداف النقل، برافو عليك، المستدام. اللي بعده بقول لي بما تفسر، قول لي ليه اهميه القوارب الخشبيه قديما. استخدمها في كام حاجه يا مستر؟ تقول لي في حاجتين، في التنقل والصيد، بس كده. اللي بعده استخدام الترام والمترو حديثا. ليه استخدمنا الترام والمترو؟ تقول لي لتلبيه، يعني لتوفير، ممكن نقول له توفير، لو تلبيه تقيله عليك، توفير احتياجات السكان. السكان محتاجين يتنقلوا من مكان لمكان، فعشان كده استخدمنا الترام او المترو. انشاء الدوله للطرق الحديثه والكباري. ليه يا مستر؟ تقول لي عشان لتقليل، عشان نقلل الزحمه والتلوث، الزحام والتلوث. اللي بعده يا مستر اهميه وسائل النقل الحديثه، بتوفر لي الوقت والجهد، يبقى توفير الوقت وكمان بتوفر لي الجهد. توفير مين ومين يا مستر؟ الوقت والجهد، وكمان تسهيل، بتسهل حياه السكان، بتسهل حياته. اللي بعده يا مستر الاتجاه نحو النقل المستدام في الوقت الحاضر. ليه اتجهنا ان احنا يبقى عندنا نقل مستدام؟ تقول لي يا مستر ليه؟ تقليل التلوث، ده رقم واحد، لتقليل التلوث. في حاجه ثانيه يا مستر؟ ايوه، توفير الطاقه، وكمان عندنا واحده ثالثه، تحقيق راحه الركاب، اخلي الركاب قاعدين مستريحين. اللي بعده يا مستر ما النتيجه المترتبه على انشاء الدوله للقطار الكهربي والمونوريل. لما انشات الدوله القطار الكهربي السريع والمونوريل، ده عمل ايه؟ قال لي ربط القاهره بالعاصمه الاداريه الجديده وكمان مدينه 6 اكتوبر. يبقى ربط القاهره بالعاصمه الاداريه الجديده. وكمل الاجابه عشان المكان قليل، وكمان ومدينه 6 اكتوبر. اللي بعده استخدام وسائل النقل المستدام. لما استخدمنا وسائل النقل المستدام نفس الاجابه دي بالظبط. شايف الاجابه دي هي نفسها بالظبط. يقول لي ايه اللي ترتب؟ توفير الوقت والجهد وتسهيل حياه، لا مش الاجابه دي، اللي هي الاجابه دي، السؤال ده. السؤال ده استخدام وسائل النقل المستدام علشان لتقليل التلوث وتوفير الطاقة وكمان تحقيق راحة الركاب. اللي بعده هنا نقل مستدام، هنا نفس الإجابة بتاعت النقل المستدام. السؤال اللي بعده بيقول لي اهتمام الدولة المصرية بمجال النقل الجوي. ايه اللي ترتب لما اهتم الدولة المصرية بمجال النقل الجوي؟ عملت ايه يا مستر؟ تقول لي تحديث المطارات. ماشي يا مستر، رقم واحد تحديث المطارات، بس كده؟ لا، عندنا رقم اتنين. ايه رقم اتنين يا مستر؟ قال لي انشاء المطارات الجديده. انشاء، يبقى حدثنا القديم وانشانا المطارات مين؟ المطارات الجديده. طب زي مين يا مستر؟ قال لي مطار العاصمه الاداريه الجديده. اللي بعده دلل على صحه العباره، اديني دليل. ساعدت التكنولوجيا على تطوير وسائل النقل. اديني دليل فعلا ان التكنولوجيا دي والذكاء الاصطناعي ساعدني على تطوير وسائل النقل. نقول له تعتمد وسائل النقل المستدامه او الحديثه على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. يعني نبتدي من اول هنا، نقول له تعتمد وسائل النقل الحديثه
على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. زي مين يا مستر؟ زي السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والقطار الكهربي السريع. اللي بعده، تعددت الحيوانات المستخدمة في النقل قديما. ايه الحيوانات؟ قول لي. مثل يا مستر كان عندهم الخيول والجمال والحمير. ماشي يا مستر. ايه اللي بعده؟ تطور مصر حاليا وسائل النقل البحري. مصر حاليا بتطور وسائل النقل البحري. اقول لك برافو عليك. قامت مصر بقى مين؟ قال لي بتطوير. قامت مصر او تطوير على طول، تطوير الموانئ الكبرى. زي ما شرحتها لك وانا بشرح الدرس، الموانئ ده المكان اللي بتيجي فيه السفينه بتنزل الحموله اللي فيها او تحمل وتسافر. اللي بعده، اهتم المصريون القدماء بوسائل النقل المائيه في التنقل. اقول لك صح يا مستر. هم استخدموا ايه في النقل المائي؟ حاجه في الميه. اقول لك رقم واحد، استخدموا، برافو عليك، القوارب الخشبيه، ودي استخدموها في النقل مين؟ في النقل والصيد. طب رقم اتنين عندنا، استخدموا المراكب النيليه. يبقى نقول له اتنين، نقول له استخدموا القوارب الخشبيه والمراكب النيليه. اللي بعده يا مستر، ما العلاقه بين كل من؟ اللي بيربط ده بده. عايزك تتعلم تحل ما العلاقه، ما تكسلش بقى وتقول المدرس مش بيبص عليا او الميس مش بتسال عليا. اتعود تحله عشان لما تروح ثالثه اعدادي تبقى فاهم انت بتحل ازاي، او عموما مهم جدا جدا في المرحله الاعداديه. فنتدرب عليه من دلوقتي. ايه العلاقه بين القطار البخاري وتطور وسائل النقل؟ بكل بساطه، تطورت وسائل النقل باختراع القطار مين؟ البخاري. يبقى تطورت وسائل النقل بمين يا مستر؟ باختراع القطار البخاري. بس كده. اللي بعده، النقل المستدام والبيئة. دي سهلة جدا يا مستر. النقل المستدام بيعمل ايه؟ النقل المستدام ده بيوفر الطاقة ويقلل التلوث. يبقى بيحافظ على مين يا مستر؟ البيئة. مش بيقلل التلوث، يبقى بيحافظ على البيئة. يبقى النقل المستدام بيعمل ايه؟ بيقلل التلوث وكمان بيوفر الطاقة. اللي بعده، الذكاء الاصطناعي ووسائل النقل. ايه العلاقة بين وسائل النقل والذكاء الاصطناعي؟ نقول له شهدت وسائل النقل الحديثة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في صناعتها. يبقى اعتمدت وسائل النقل الحديثة على الذكاء الاصطناعي. نقول كمان، يبقى اعتمدت وسائل النقل الحديثة أو المستدامة على الذكاء الاصطناعي، وكمان عندنا التكنولوجيا. وبكده يا صديقي خلصنا الدرس بتاعنا الجميل، تطور وسائل النقل والمواصلات في مين؟ في بلدنا مصر. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، حل أسئلة، شرح الدروس، مراجعات شهرية، حل امتحانات على المنهج كله. بالتوفيق دايما، واشوفك على خير بإذن الله في فيديو جديد يا وطن.